خطوط النهارده هتحسن عليك جدا ان شاء الله. ماشي. استاذه هدى السلام عليكم. استاذه هدى السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. كنت عايزه من حضرتك طلبين. اتفضلي يا فندم. اول حاجه عندي دوار على طول. دوار. فكنت عايزه ايه ان انا يعني ممكن لو عملت الحجامه ان شاء الله، بس عايزه اعرف المواضع الحجامه اللي هتتعمل عليه. حاضر ابشري ان شاء الله. الطلب الثاني. انت تدعي لاولادي الاربعه الصبيان. اسال الله ان يبارك لك فيهم يا رب، اللهم امين يا رب. ان شاء الله ابشري ان شاء الله. جزاك الله. اسال الله ان يبارك في عمرهم وان يحفظهم من كل سوء وان يبارك فيهم وان يجعلهم من الصالحين الطيبين الطاهرين، اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اقول لاقزام الغرب ان انا حضرني كلام دلوقتي الامام ابن القيم، كلام جميل جدا جدا جدا. يقول لي بقى، يقول لو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله وفهما تاما في النصوص ولزومها لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه، فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره، وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أكمل الطب وأصحه وأنفعه، ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس وطبهم، ثم وازن بينهما فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولا وفطرة وأعظمهم علما وأقربهم في كل شيء إلى الحق. ناخد اتصال أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال قطع. يعني الإمام ابن القيم بيقول إن الله عز وجل أعلم بشؤون خلقه من أي أحد في الدنيا. طبعا ده أمر منتهي. وأول ناس بعد الله عز وجل أعلم بخلق الله عز وجل بعد الرسل هم الأنبياء. لذلك وجدنا أن أفضل الناس اللي كانوا يتبعوا طب الرسل أفضلهم عقلا وفطرة وأعظمهم علما وأقربهم إلى كل شيء إلى الحق، لأنهم خيرة الله من الأمم. ناخد اتصال أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد اتفضل. لو سمحت، في استسقاء في البطن وتليف في الكبد. أسأل الله العظيم أن يشفيك يا بطل. بارك الله فيك. أسأل الله أن يعافيك يا رب. السؤال الأول يا محمد. حاجة للاستسقاء يعني. طب بس اسمعني بس الأول عشان أقول لك حاجة صح. بس السؤال الأولاني، سن حضرتك كام سنة؟ 57. ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك يا رب. طيب الاستسقاء اللي جالك عن طريق فيروس بي ولا سي ولا بالهرسين؟ لا، فيروس سي. فيروس سي. بقالك كام سنة عندك استسقاء؟ بقالك قد ايه يعني؟ لا استسقاء من سنة بالظبط. أسأل الله أن يعفو عنك. عملت بذل ولا حاجة؟ لا، باخد حبوب لتنزيل المية. طيب بطنك كبيرة جدا بتتعبك؟ نعم. بطنك تعبك جامد؟ لا، مش تعبانة جامد، وهي مية بس عملت لي بتاع سري. طيب انت عندك نسبة التليف قد ايه؟ 50%. طيب عندك بي سي ار بتاعك كام؟ 96,000. 96,000. أسأل الله أن يعفو عنك يا أخي يا رب. أسأل الله أن يعفو عنك يا رب. أسأل الله أن يعافيك يا رب، اللهم آمين. أبشر يا أخويا إن شاء الله. طب ناخد آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز استفسر المدام عندها كحة مستمرة جدا ببلغم. تمام. وما بتوضحش لها أكتر من كذا سنة يعني. أسأل الله أن يعفو عنها يا رب. أبشر إن شاء الله لك على حاجة بسيطة جدا تتحسن عليها إن شاء الله عز وجل. طب وكان في بعد حضرتك سؤال آخر. اتفضل يا أخي تحت أمرك. كان في بعد الرضاعة، بعد مع احترام لحضرتك، كان صدرها في لبن مستمر برضك. هي مش انجبت خالص؟ لا، هي خدت برشام وخدت علاج. هي ما انجبتش صح؟ لا، انجبت عندنا يوسف ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيه يا رب يا ابو يوسف. الله يكرمك. عموما ابشر ان شاء الله وحضرتك تعمل باذن الله عز وجل. هو ده اخر اتصال. ما اعرفش باقي وقت معانا قد ايه؟ 3 دقايق. طب احنا يعني هنتطفل بقى على المخرج ونحاول نرد باي طريقه على الناس اللي اتصلت دي. واللي مش هنقدر نرد عليه النهارده هنرد عليه الحلقه الجايه. اول حاجه الاخت اللي هي اقسمت علينا بالله احنا هنرد عليها. بس هنرد نجيب بالنسبه لحمى البحر، بالنسبه لام محمود
عندها نقط بيضاء بنتها، هرد عليك ان شاء الله الحلقه الجايه. الاستاذ سعيد زوجته عندها مشكله عشان موضوع الانجاب، فان شاء الله هنرد عليها ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله عز وجل. بالنسبه لام حبيبه، بالنسبه لوصف التخسيس، القلق زي ما قلنا القلق عباره عن زي اللبان الذكر بالظبط، واحنا ممكن نعمل حاجه جميله جدا للتخسيس مفيده جدا جدا وبسيطه. في شوك كده بيطلع على شريط القطر اسمه شوك العقول، نجيبه اخضر مال الدنيا مش عارفين نخلص منه ازاي، الحكومه مش عارفه تخلص منه ازاي، يعني بكميات رهيبه على الطرق، طريق اسماعيليه، على طريق اسكندريه، وعلى طريق الشرقيه طبعا عشان بلدي اهم حاجه. مال الدنيا شوك العقول ده، الحكومه مش عارفه تخلص منه ازاي. هنجيب شوك العقول دوت ونغليه بالظبط 20 دقيقه ونشربه كل يوم على الريق نص لتر، بينزل الوزن بطريقه غير عاديه. بعد كده كان معانا الاستاذه امل كانت عاوزه وصفه لفيروس سي، بقول لها ان شاء الله ان الحلقه الجايه ان شاء الله مش هنستقبل اتصالات، وابشري ابشري ابشري ان شاء الله عز وجل الحلقه الجايه باذن الله، وده وعد مني ان شاء الله عز وجل ان انا هقول وصفه مهمه جدا 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 لفيروس سي ونتيجتها فعاله جدا 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 بامر الله عز وجل. تابعيني الحلقه الجايه ان شاء الله عز وجل، وانا اسف ما اقدرش ارد عليكم الحلقه دي، بس ان شاء الله ابشروا، لان فيروس سي محتاج ان انا اشرح حاجات كتير جدا خاصه بالكبد وعلاج فيروس سي وبعض الاكلات اللي بناكلها، فان شاء الله تابعيني الحلقه الجايه وابشري ابشري ابشري ان شاء الله عز وجل. الاخت صبرا اللي كانت بتتصل من الجزائر كانت عندها ضيق في شريان القلب، برضو انا اسف جدا الحلقه الجايه اوعدك وعد من اخ ان شاء الله الحلقه الجايه هقول لك على حاجه بسيطه جدا 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 موجوده في الجزائر، وهقول لك على اسمها في الجزائر ايه، وان شاء الله عز وجل تستخدميها تتحسني جدا 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 جدا، والقلب عندك هيبقى 100 فل و14 ان شاء الله. ام محمد كانت بتتصل عشان بنتها عندها 14 سنه وعندها حمى البحر الابيض المتوسط، ان شاء الله عز وجل ان شاء الله عز وجل ان شاء الله عز وجل الحمى البحر المتوسط محتاجه مني وقت عشان ابدا احضر بعض الحاجات، فابشر ان شاء الله عز وجل هنقولها الحلقه الجايه. بالنسبه لصديد الكلى هنجيب 50 جرام حلف بار. بالنسبه لصديد الكلى، صديد الكلى، وصفه صديد الكلى، وصفه صديد الكلى هي عباره عن 50 جرام حلف بار، 50 جرام حلف بار. بالنسبه لوصفه صديد، اي واحد عنده صديد في الكلى، اي واحد عنده صديد في الكلى، الوصفه هنقولها دلوقتي، اكتب معايا 100، نقولها بقى الوصفه كلها، 100 جرام حلف بار، 100 جرام حلف بار. بعد كده 50 جرام بذر خله، بعد كده 50 جرام بذر جزر. يبقى الوصفه تاني 100 جرام حلف بار، 50 جرام بذر خله، 50 جرام بذر جزر. لو المريض بقى ما عندوش، اي مريض ما عندوش السكر هيضيف عليهم 50 جرام دمسيسه. يبقى وصفه الصديد الكلى للمريض اللي ما عندوش سكر 100 جرام حلف بار، 50 جرام بذر خله، 50 جرام بذر جزر. لو ما عندوش سكر يبقى هنضيف عليهم 50 جرام دمسيسه، لو عنده سكر يبقى يجيب الثلاثه الاولين بس. بالنسبه لحمى البحر بنوصل الحلقه الجايه. بالنسبه للاستاذ اعتماد اخوها عنده فيروس سي هرد عليك، يعني اوعدك ان ارد عليك الحلقه الجايه ان شاء الله. ام يوسف زوجها عنده حاله منويه فيها مشكله وعاوزه حاجه لتكيسات الموبايل، ان شاء الله ابشري 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 الحلقه الجايه، ممكن الحلقه الجايه مش هنستقبل اتصالات، هرد عليكم ان شاء الله عز وجل. الاستاذه فاطمه بنتها عندها لوز واتصلت بينا كتير وزعلانه وعندها مشكله في الدوره، لها بنت عندها 10 سنوات عندها مشاكل في اللوز، ان شاء الله الحلقه الجايه هقول لك على حاجه بسيطه جدا. طيب هو المخرج بيقول لي لازم نختم، يعني ما فيهاش كلام خالص. يعني طبعا انا عاوز اقول ان احنا لازم في البرنامج دوت قبل البرنامج ما يبدا، في اول البرنامج لازم كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 10 مرات، وبعد ما البرنامج ينتهي نصلي على النبي 10 مرات، لان هذا البرنامج خاص بطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. واحب انوه ان البرنامج طبعا كان ميعاده الساعه 11:30، دلوقتي تم حاله البرنامج من 11:30 للساعه 11 صباحا. فان شاء الله عز وجل تابعوني الحلقه الجايه ان شاء الله عز وجل اليوم الاثنين القادم، وابشروا ابشروا ابشروا ان شاء الله عز وجل. كل اللي اتصل بينا اوعدك 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 واوعدك ان احنا هنرد عليكم ان شاء الله الحلقه الجايه. أسأل الله العظيم أن يفرج همكم وأن يزيح غمكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تشفع لنا في قبورنا ويوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.